هروب ناصر ماهر من نادي الزمالك. يا لهوي، يلا بينا يلا بينا. يا جماعه، يعني احنا ما صدقنا ان احنا نخلص من ازمه زيزو وصداع زيزو علشان نفاجئ بازمه جديده من ناصر ماهر، من اهم اللاعبين والسكواد الاساسي لنادي الزمالك. طب يا ترى ايه اللي حصل؟ ايه، هل العقد فرط ما بين لاعبين نادي الزمالك؟ للاسف ايوه، وهقول لحضراتكم بالتفصيل ايه اللي حصل. ناصر ماهر بيشتكي ان هو بيتعامل معامله سيئه جدا من جوسيه باسيرو. ايوه يا فندم، طب هل جوسيه باسيرو عمل له اي حاجه علشان يحصل منه ده كله؟ طبعا وارد ان حضرتك اي لاعب تقول له لا انت هتقعد دكه، انت ممكن حتى ما تبقاش في قائمه اللقاء. ده يا جماعه شغل احترافي، ده اكل عيش اللاعب. لكن اللاعب يتنمرض، اللاعب يتمرد زي ناصر ماهر اول ما عرف ان هو هيبقى احتياطي، مش هيبقى التشكيله الاساسيه في المباراه وهيبقى قاعد على الدكه. مشي وساب المعسكر بطريقه مهينه جدا جدا في ليله المباراه، لدرجه ان الكابتن عبد الواحد السيد اوصى ان هو يتخصم 25% من عقده كعقاب ليه وتجميده لنهايه الموسم. هل في ال 24 ساعه القادمه هنشوف قرارات مؤثره من مجلس اداره نادي الزمالك ولا لا؟ ده اللي هتجيب عليه الايام. وطبعا حابين نعرف راي حضراتكم. طبعا خلي بالك يا فندم، لو متذكرين في فتره من الفترات لما ناصر ماهر كان بيأدي اداء عالي مع نادي الزمالك، كولر قال لهم انا عايز اللاعب ده. قالوا له طبعا ده كان في النادي الاهلي وكان فيه مشاكل كبيره جدا معاه. قال خلاص، طب لو عرفتوا تجيبوه للنادي الاهلي. ايضا نادي بيراميدز عرض على ناصر ماهر في الفتره السابقه، تعالى يا ماهر لنادي بيراميدز، بس لو عرفت تخلص نفسك من نادي الزمالك. في الحقيقه من وجهه نظري مهم جدا جدا الحفاظ على كل لاعبين نادي الزمالك، لان انت في فتره حساسه جدا. لازم تدي رساله لكل الانديه وللجميع ان مش نادي الزمالك اللي هيفرط في لاعبيه بسهوله. مش بسهوله اي لاعب يقدر يخرج من نادي الزمالك. ما ينفعش يعني حتى لو ناصر ماهر عايز يمشي من نادي الزمالك يجيب عقد، هات عقد يا فندم وامشي بالطرق القانونيه السليمه واتدرب مع اللاعبين وامتثل لاوامر نادي الزمالك المشروعه. ده موضوع يعني مهم جدا جدا. ايضا يا جماعه نادي الزمالك بيعاني من اصابات خطيره جدا. يعني احنا عمالين نسال الجفالي لنادي الزمالك، اللاعب التونسي الشاب، بعد ما كان متالق في نادي المنستيرلي التونسي من اهم الانديه التونسيه واكبرها، ليه مصاب لغايه دلوقتي او داخل في شهرين؟ ايضا علامه استفهام كبيره قوي على اللاعب احمد حمدي. يعني المفروض ان الرباط الصليبي في الوضع الطبيعي بياخد اقصى حاجه 9 شهور، لكن كده احمد حمدي بقاله سنه فلابد، وعدى السنه كمان فلابد في الحقيقه من اللجنه الفنيه بقياده ميدو ومعاهم مجلس الاداره يراجعوا الطاقم الطبي لنادي الزمالك على راسهم الدكتور محمد اسامه. يعني ما ينفعش في الحقيقه كميه الاصابات وكميه الفشل في اداره الملف الطبي داخل نادي الزمالك بعد ما اثيرت ازمه زيزو، وان زيزو على تصريحات الاستاذ ماهر غريب المسؤول عن الملف الاعلامي داخل نادي الزمالك، وان هو طلع وقال لا ده زيزو عايز يرجع وان نادي الزمالك ممكن يوافق، بس فيه هتبقى عليه غرامات كبيره جدا للنادي الاهلي 6 مليون دولار. طلع المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الاستاذ احمد سالم ونفى الكلام ده تماما. وهي دي في الحقيقه كانت رساله مهمه جدا. ازاي يعني احنا هنتضرب ونتخدع مرة تانية من احمد سيد زيزو؟ لا، ده نادي الزمالك، وانا هخش لحضراتكم في التفاصيل، بيحضر ملف هيبقى هو الاقوى في تاريخ العقوبات في تاريخ الكورة داخل مصر. كده برضك يا
هايل. انت يا بنتي اللي هتعملي الدور. والمفاجأة هنا والبشرة السعيدة اللي أنا يعني هزفها لحضراتكم إن بالفعل لسه كنت بكلمكم امبارح إن في مخاطبات رسمية من نادي الزمالك للسفارة الأمريكية، عايزين نعرف هو كان بيعمل عندكم إيه، لأن هو لاعب عندنا، وإن نادي الزمالك هيحاول ياخد المستند الرسمي اللي قدمه النادي الأهلي علشان يطلع له سفارة الفيزا للعب في كأس العالم. بالفعل يا جماعة نادي الزمالك قدر يحصل على الورقة، هتبقى هذه بقى نسميها الورقة المرعبة لسقوط وانهيار النادي الأهلي، الورقة المرعبة لإيقاف النادي الأهلي وتعرضه لإيقاف قيد. هيبقى في عقوبات خطيرة جدا على النادي الأهلي، وأيضا غرامة مالية كبيرة، وأيضا هيبقى في إيقاف للاعب من 4 شهور ل6 شهور وغرامة مالية. قلت لها طب تيجي نرجع تاني، قالت لي لا لا لا. قلت لها ليه لا لا، قالت لي لا لا لا. نادي الزمالك اتصل بالفعل بالمحامي الإيطالي وماشي معاه خطوة بخطوة لتجميع كل الأدلة علشان زيزو الزوز يعرف بقى كويس يخترق اللوائح والقوانين هو والنادي الاهلي. النادي الاهلي بيخترق كافة اللوائح والقوانين سواء بطرق مشروعة او غير مشروعة. علشان كده يا جماعة طلعت الاشاعات الفترة اللي فاتت، لان طبعا زيزو من مصلحته ان هو يهدي الاوضاع مع الجماهير او نادي الزمالك، على امل ان هو يخرج من نادي الزمالك بهدوء ويروح للنادي الاهلي كده نسلمه للنادي الاهلي يعني على طبق من فضة. لا طبعا يا فندم، كل واحد ياخد حقه، وكل اللي غلط في نادي الزمالك وكل اللي كذب وخدع جماهير نادي الزمالك واخترق اللوائح والقوانين هيتعاقب. لان في الحقيقة زيزو مش من حقه ان هو يوقع للنادي الاهلي، ولا النادي الاهلي كمان من حقه ان هو يحصل على توقيع اللاعب. ففي الحقيقة ورقة السفارة الامريكية هتبقى ورقة مهمة جدا جدا. كمان المحامي الايطالي وعد ادارة نادي الزمالك وقال لهم خلي بالكم ان شاء الله لو قدمنا قضية في الفيفا هيبقى الايقاف سريع جدا. والمفاجأة بقى المدوية هنا كمان ان ممكن يبقى في ايقاف سريع، يعني مش هنشوف زيزو بيلعب في كاس العالم للأندية مع الاهلي ولا مع العين الاماراتي ولا حتى مع شبرخيت، وهتبقى ضربة موجعة مؤلمة. يا نور، يا رجل، لزيزو وللنادي الاهلي من العيار الثقيل. وطبعا يا جماعة ده كمان بيرد على كل المشككين ان زيزو هيرجع، ويقول لك يعني ان مجلس ادارة نادي الزمالك قال لزيزو لو يا حبيبي عايز ترجع تعالى امضلنا على بياض واحنا بقى اللي نتحكم فيك ونحط الارقام، ان شاء الله نحط 10 مليون بس في عقدك. لا احنا مش عايزينه، بلاها زيزو. نادي الزمالك يقدر يعوض 100 واحد زي زيزو، لان في النهاية يا جماعة زيزو كان هيبوظ اوضة اللبس لنادي الزمالك في حال عودته. يعني ما ينفعش وانت بتاخد قرارات ادارية سليمة اللي انت تجدد لزيزو، هتبقى هي دي رسالتك ان اي حد يضربك، ان اي حد يخونك تجدد له. لا طبعا يا فندم، نادي الزمالك عنده مبادئ وكرامة واقوى من الجميع. اخش معاكم يا جماعة على ملف مهم جدا جدا، مهم لكل جماهير نادي الزمالك. هل ادارة نادي الزمالك تنتوي ان هي تخش في الصفقات من بدري؟ ايوه يا فندم، يعني دي من معلومات مؤكدة من كل المصادر داخل نادي الزمالك ان نادي الزمالك ومعاه اللجنة الفنية عمرو الجنايني وميدو وحازم امام ومجموعة اخرى بالفعل بتتفاوض مع اهم اللاعبين على مستوى العالم وايضا من الدوري المصري. يعني عندكم على سبيل المثال من الدوري المصري محمود ممدوح مهاجم نادي حرس الحدود، يمكن حضراتكم شفتوه حتى بيلعب في مباراة الزمالك وحرس الحدود، من اهم اللاعبين الاقوياء جدا داخل الدوري المصري في المرحله الاخيره. محمود صابر لاعب بيراميدز، عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز، وايضا سيحه حارس المرمى.
بالنسبه بقى يا جماعه للعيبه السوبر ستار، هو ده الشغل الشاغل ايضا للجنه الفنيه، لان في الحقيقه انت محتاج كل اللاعبين في كل المراكز. ايضا في مفاوضات قويه جدا مع يوسف البلايلي، وفي الحقيقه مش اليوتيوبر ولا صناع المحتوى ولا اي حد هو اللي كشف مفاوضات نادي الزمالك مع يوسف البلايلي، لا ده اللي كشف المفاوضات دي هي الصحف الجزائريه. ولما سالنا يا جماعه من مصادرنا داخل نادي الزمالك قال لك ايوه فعلا مجلس الاداره واللجنه الفنيه بيفاوضوا يوسف البلايلي، يعني بيعرفوا ايه طلباته، هل عنده نيه للعب داخل مصر. وبالفعل يا جماعه يعني اهم الصحفيين وانا تواصلت معاهم شخصيا ليهم علاقه بيوسف السفري والد اللاعب يوسف البلايلي، تواصلوا معاه يعني كلموه لان هو طبعا مقيم في الجزائر، قال لهم ايوه انا ابني مستعد ان هو يفسخ تعاقده مع نادي الترجي التونسي لان حابب جدا اللعب في الدوري المصري وليه الشرف ان هو ينضم لاكبر الانديه الافريقيه واكبر قلعه رياضيه في افريقيا نادي الزمالك. وما تسمعوش بقى يا جماعه للناس اللي بتقول لك اصل اللاعب عنده 32 سنه. طب ما احنا ابسط مثال ان عبد الله السعيد عنده 40 سنه. هل عبد الله السعيد بطل كوره؟ بالعكس ده يوسف البلايلي ما شاء الله متماسك بدنيا ومستواه البدني مرتفع جدا جدا، وارقامه الاخيره كلها مبشره بالخير. ده بالنسبه ليوسف البلايلي. ايضا يا جماعه هتبقى صفقه بقى مدويه من العيار الثقيل، وايضا الصحف السودانيه طلعت وقالت ايوه نادي الزمالك بيتفاوض مع محمد عبد الرحمن الغربال لاعب المريخ سابقا والهلال حاليا السوداني، هجام مرعب، وهو ايضا المهاجم التاريخي الاكثر تهديفا للمنتخب السوداني. في بقى مفاجأة كمان من العيار الثقيل، نادي الزمالك داخل في مفاوضات مع لاعب برازيلي. ايوه يا فندم برازيلي، ومش اي كمان لاعب برازيلي، لا تقليد لعيب برازيلي اصلي اسمه يان ماتيوس، عنده 26 سنة وبيلعب في الدوري الياباني. النادي الياباني اشتراه ب1,500,000 دولار، قيمته التسويقية حاليا 1,700,000 دولار. عنده 27 مساهمة تهديفية من 54 مباراة لعبهم في الدوري الياباني، ناقص بس في عقده 6 شهور. يعني يقدر نادي الزمالك يتفاوض مع ناديه علشان يجيبه في الانتقالات اللي جاية، مش هيدفع فيه ارقام كبيرة. هنشوف طبعا ايه اهم الكواليس واهم الاخبار في موضوع الصفقات في الحقيقه، لان هو موضوع مهم جدا جدا لنادي الزمالك. على الناحيه الثانيه يا جماعه صفقه ماذا يحدث مع نادي الزمالك وصفقه عادل بولبينا. طبعا نادي الزمالك مهتم بالحصول على خدمات الجزائري اللاعب الشاب عادل بولبينا حديث الرياضه داخل الوطن العربي بالكامل، ولكن يعني إدارة البرادة الجزائرية عمالة يعني تغلي في قيمة اللاعب، يعني من الناحية التسويقية ده شغل تسويق يا جماعة علشان يحصلوا على أكبر قيمة ممكنة من اللاعب. ولكن نادي الزمالك عارض مقدم لهم عرض رسمي، وفي انتظار الرد أكيد طبعا هتبقى فيه مفاوضات ما بين نادي الزمالك. وبالمناسبة يعني رئيس نادي برادو معجب جدا بالأستاذ عمرو الجنايني، وطلع شكر فيه في الانتقالات اللي فاتت من 3 شهور، وقال يعني على الأستاذ عمرو الجنايني ان هو بيتشرف بالتفاوض معاه. فالعلاقات في المرحلة الحالية جيدة جدا ما بين الأستاذ عمرو الجنايني ورئيس نادي برادو. أيضا يا جماعة ماذا يحدث في ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك؟ في الحقيقة نادي الزمالك في الكرة النسائية ب100,000 راجل. السيدات نادي الزمالك بيضربوا المثل ان هم بيشرفوا نادي الزمالك بالكامل. النقطة الوحيدة المضيئة يا فندم للحصول على بطولات هي السيدات. فعلا صدق اللي قال الست
ب100,000 راجل لما يكون عندها الإصرار والعزيمة والتحدي. سيدات الطايرة لنادي الزمالك من أيام قليلة لو متذكرين حصلوا على كاس مصر من الغريم التقليدي الجبار للنادي الأهلي، سيدات النادي الأهلي. وطبعا من يومين حصلوا على بطولة هي الأغلى للمرة الثالثة على التوالي، كاس افريقيا، حدث عالمي يا جماعة لم يتكرر في افريقيا مطلقا. مريم متولي فتاة الذهب اللي قادت فتيات الذهب لنادي الزمالك حصلت على البطولة 7 مرات، 4 بطولات لان هي كانت قادمة من النادي الاهلي و3 مرات مع نادي الزمالك، وايضا حصلت للمرة الثالثة على التوالي على افضل لاعبة افريقية، رقم قياسي عالمي. 1000 مليون مبروك يا مريم. ويا ريت طبعا ننتبه لانه عارفين اللعب في الودان شغال على كل ما هو قيم وزملكاوي، ان ادارة نادي الزمالك تجدد للاعيبه في اقصى وقت. وخلي بالك العاب الصالات يعني كان فيها اللاعيبه شروق فؤاد اللي هي برضو كانت جايه من النادي الاهلي وخلاص كانت هتعتزل وهي في الاهلي، ما كانش مديها الفرصه الكامله نظرا لكبر سنها، هي اللي قادت فريق نادي الزمالك مع مريم متولي والشجعان الابطال. يعني كده زي برضو ما النادي الاهلي رجع تاني دانا شوقي لاحضانه بعد ما كانت بتلعب في الاول في النادي الاهلي، والسنه لغايه السنه اللي فاتت لعبت مع الزمالك واخدت معاه البطولات، النادي الاهلي اخدها تاني. نفس القصه نادي الزمالك اخد شروق فؤاد من النادي الاهلي وقدر ان هو يستفيد بيها احسن استفاده. ألف مليار مبروك لفتيات الذهب اللي مشرفين نادي الزمالك، وعلى الله بقى الرجال ياخدوا العبرة من السيدات المحترمات. وان شاء الله يعني كل التوفيق والدعم لنادي الزمالك. هيبقى عنده مباراة خطيرة جدا مع المصري في الدوري، هتبقى مباريات خطيرة جدا، ولكن للأسف محمود بن طايق ومحمود حمدي الونش مش هيلعبوا نظرا لحصولهم على الانذار الثالث بالأمس في مباراتهم مع حرس الحدود. نتمنى ان شاء الله كل الخير لنادينا الملكي العظيم، بالروح بالعزيمة بالتحدي، مفيش مستحيل يا جماعة في كرة القدم. ما تنسوش يا جماعة بالله عليكم، ما تنسوناش، وقفوا جنبنا عشان المرحلة الحساسة دي تعدي على خير وصوتنا يوصل لأبعد مدى لكل الدنيا ولكل جماهير نادي الزمالك في مصر وفي العالم. ما تنسوش لايك وشير مهم جدا جدا، وتعليق حضراتكم مهم جدا جدا، وطبعا اشتراك في القناة. بتشرف بيكم دايما، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.